اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني من الفيديو اللي فات. نبدأ النهارده ان شاء الله مع بعض فيديو جديد، ونسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ونفكركم زي كل فيديو باللايكات الكتير الحلوة بتاعتكم للفيديو النهارده، وما تنسوش اول ما تفتحوا الفيديو كده اضغطوا لايك على طول. اللهم صل على سيدنا محمد. اشتركوا في القناة اللي ما اشتركش، وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. هنعمل النهاردة يعني عشوة كده مع بعض. اول حاجة عملناها النهاردة، معانا كيلو دقيق. هنعجن في الكبة بالسلاح بتاع العجن اللي هو البلاستيك. هوريه لكم بعد ما نفضل العجين من الكبة. مريحة جدا وبتخلي العجينة ناعمة جدا جدا زي العجان بالظبط، ومريحة من انك تقعدي تعجني على ايد. اللي عنده كبة زي ديت موجودة او اي كبة فيها سلاح العجن يستخدمها في العجن، ما شاء الله عليها تحفة. نزلنا بكيلو من الدقيق وعليه معلقة صغيرة من الزعتر المجفف، وعليه معلقتين كبار من اللبن البودر، ومعلقة كبيرة من السكر، ورشة من الملح. دي كل المكونات بتاعتنا اللي حطيناها على الدقيق. العجينة بتاعتنا النهاردة اساسي فيها دقيق ومية وسكر وملح وزيت. بس ده اساسي العجينة بتاعتنا النهاردة. كل الاضافات لبن بودر، بيض لو عايزة، تعجني بلبن، تعجني بزبادي، تعجني بلبن رايب، كل دي اضافات بتدي قيمة غذائية للعجينة بتاعتنا. هو اساس العجينة النهاردة المية والدقيق والملح والسكر وشوية الزعتر والزيت، بس مش اكتر من كده. انا ضفت بس معلقتين لبن بودرة يعني كتطعيمة للعجينة النهاردة، وكمان معلقة من المايونيز لأي معجنات بتخلي طعم المعجنات صراحة تحفة. يبقى نقول المكونات تاني. كيلو دقيق، معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة كبيرة سكر، معلقتين كبار لبن بودر، رشة ملح، ومعلقة كبيرة من المايونيز، وحوالي ربع كوباية من الزيت. ونزلنا بالمية بالتدريج كده والكبة شغالة بعد ما قلبنا المكونات الجافة مع بعض. وزي ما انتوا شايفين نزلنا بالمية لحد ما ادتنا عجينة طرية لينة كده ومش بتلزق. هناخدها في بولة زي ما انتوا شايفين، والكبة طالعة معانا ما شاء الله عليها نظيفة وزي الفل. ده سلاح العجن بتاع الكبة. الكبة معانا بصوا العجينة ناعمة ما شاء الله عليها وطرية، وبصوا حاجة كده ما شاء الله. هندهن البولة دهنة من الزيت ونحط فيها العجينة بتاعتنا، وهندهن وش العجينة بالزيت بالفرشة حاجة خفيفة كده، ونغطيها بالنايلون وفوطة نظيفة ونسيبها تخمر. ما خدتش معايا حوالي نص ساعة خمر. اللهم صل على سيدنا محمد. على ما تخمر العجينة بتاعتنا هنحضر الصلصة بتاعت البيتزا بتاعتنا النهاردة. دي طماطم وعليها 4 فصوص من الثوم ومعلقة صغيرة من الملح، وكمان اللهم صل على سيدنا محمد نص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة كزبرة، ونص معلقة فلفل اسمر، ونص معلقة صغيرة من الزعتر، وشوية من الزيت. كله كده ني وبنفرمه فرمة محترمة ونحطه على النار يتسبك. دي صلصة البيتزا. حابة تستبدليها بكاتشب ماشي، لو بتحب الكاتشب ممكن تدهني مكان الصلصة دي بكاتشب. في صلصة بيتزا جاهزة لو حابة تجيبيها، حابة يعني الاختيارات قدامك كتير. انا صراحة بحب الصلصة دي، بحب اعملها كده طماطم وتوم وكمون وفلفل اسمر كزبرة، شوية من الزعتر والملح وشوية الزيت، وبفرمهم في الخلاط او بالهاند بلندر واحطهم على النار تتسبك. اللهم صل على سيدنا محمد. انا يعني بصوا انا طلبت منهم بيتزاية، قلت لهم نفسي في بيتزا. فكرتهم يعني هيريحوني ويحسوا بيا ومش يدخلوني المطبخ. وانا كنت من الفجر شغالة، وكان في عندنا ناس شغالة، وقمت من الفجر عملت اكل ومحدش يعني قلت هيريحوني ويجيبوا لي بيتزا جاهزة. فقالوا لي لا هنجيب لك الحاجات واعملي. قلت انا اللي غلطانة، اللي قلت نفسي في بيتزا انا اللي جبته لنفسي، ما انا كنت قاعدة وساكتة. يلا ما علينا. بصوا حطيت الصلصة على النار، وهنجيب فلفل وطماطم نقطعها ترانشات زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. مش هنحط بصل، اللي بيحب بصل يحطه. طبعا مش في زيتون، مش موجود، مش هنقف على الزيتون، اللي عندك اشتغلي بيه. دي جبنة الحمد، كيس، الكيس نص كيلو. جبت كيس ميكس وكيس موتزاريلا بس. دي الصلصة بعد ما اتسبكت اهي زي ما انتم شايفين.
بصوا العجينة كانت ما شاء الله عليها. نديها بوكس كده محترم، ننزلها وبعد كده نبدأ نشتغل في العجين. هناخد عملتها 6 بيتزات. يعني بصي هما قالوا لي انت بكيلو دقيق عملتي 6 بيتزات. احنا كنا نروح نشتري بيتزاية واحدة صغيرة كانت هتكلف حوالي 100 جنيه، فانت يعني صرفتي 100 جنيه جبنة ودقيق وبتاع، عملنا 6 بيتزات. وقعدوا يثبتوا فيا بالكلام ويقولوا لي ده انت بتعمليها احسن من الجاهزة، وقلت انا اللي جبت ده كله لنفسي. يلا المهم ما علينا. عملنا البيتزا بتاعتنا النهاردة ما شاء الله عليها، تشوفوها في الفيديو. طعمها حلو جدا. هي بصوا يعني كان ناقصها كمان شوية جبنة. هي كل ما بتكون الجبنة عليها كتير بتكون احلى واحلى، بس هي كانت حلوة ما شاء الله يعني. وعملنا على قد الجبنة اللي كانت عندنا. طبعا الجبنة انتوا عارفين عدد غالية، فسلكنا بالموجود. عملتهم 6 قطع زي ما انتوا شايفين، وغطيتهم بالنايلون وبعد كده بفوطة جنب مني علشان كنت شغالة مروحة في المطبخ. وشهم ما ينشفش. وعلى الرخامة غسلينها ومنضفينها ومسحتها بشوية خل، عقمتها ونضفتها كويس. وهنفرد عليها العجين بتاعنا بالنشابة. انا عملت 2 بالنشابة، وباقي العجين فردته بايدي. كان يعني ارتاح شوية وفردته بايدي، كان سهل جدا ما باخدش وقت، وعجينتها طرية ولينة وما كانتش بتاخد يعني ما كانتش صعبة في الفرد ولا حاجة. انا استخدمت النشابة في 2 وبعد كده فردت بايدي عادي. فردناها وجبنا الصواني اللي هنعمل فيها. دي رشة دقيق سميد من بتاع البسبوسة، بتديها بتخليها كده ما تلزقش في الصينية، وبتديها لون حلو من تحت. هنعمل لها حرف بايدينا زي ما انتم شايفين. والعجينة بيكون سمكها يعني مش تخينة ومش رفيعة، يعني سمكها حوالي بالظبط سنتي كده. وبعد كده بنخرمها بالشوكة وبنسيبها. عملت كل الكمية اللي معايا بالطريقة دي كده، وكل الموضوع كله ما اخدش معايا ساعة، يعني يعتبر ساعة بالظبط عملنا البيتزا ومية مية. اللهم صل على سيدنا محمد. هنجيب اول واحدة عملناها. بصوا كانت عليت شوية، خمرت شوية. كانت بصوا العجينة بتاعتها عاملة زي القطن كده، كانت هشة وجميل. هنجيب الصلصة ونوزع الصلصة. بصوا كان في دبانة رخمة كنت عمالة امشي فيها، وبعدين وقعت التليفون على الارض بسبب الدبانة، نزل من على الستاند على الارض ما شاء الله، خد عقة محترم. هنجيب البيتزا دي الصلصة نفردها على العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبعد كده انا بصوا بحب احط صلصة كتير صراحة. يعني في ناس يعني مش بتأيد ان الصلصة الكتير، بس انا بحب احط صلصة كتير على البيتزا. البيتزا بتديها طعم، وحتى لو الحشوات بسيطة بتدي العجينة نفسها طعم حلو. هناخد شوية جبنة موتزاريلا نفردهم الاول. ممكن تحشي لحمة على الصاج، ممكن تحشي فراخ، ممكن تحشي تونة، ممكن تحشي لانشون، تحشي سجق، تحشي اي حشوة بتحبيها. انا صراحة لو في بحشي، بس الولاد طلبوها جبن بس، مش جالوا مش عايزين اي حشو، فعملتها بجبنة بس وشرايح الطماطم والفلفل. وكانت ما شاء الله عليها تحفة جدا جدا والله. يعني مش بقول كده عشان انا عاملاها بس، ما شاء الله عليها كانت جميلة. بصوا هنحط شرايح الفلفل والطماطم زي ما انتم شايفينها كده، ومش هنحط الباقي الجبنة غير لما ندخلها الفرن. هنكمل البيتزا كلها معايا. الجبنة دي هنسيبها لحد ما ندخلها الفرن. في اخر 5 دقايق هنحط الجبنة. عملناها بصوا الشكل ما شاء الله عليها حاجة كده تحفة. دي بيتزاية للأبلة سهير، كانت مش عايزة عليها طماطم ولا فلفل ولا اي حاجة، عايزاها جبنة بس والصلصة والعجين. فطبعا ننفذ طلبات الأبلة سهير، ما نقدرش نقول لها لا. ولعت الفرن، سخنته على اعلى درجة حرارة. اللهم صل على سيدنا محمد. وهندخل اول بيتزتين وهنسيبهم في اخر يعني خلاص 3-4 دقايق كده. بدأت هنبدأ نطلعها. بطلعها وبحط عليها باقي الجبنة علشان الجبنة بصوا الجبنة ساحت عليها، هنسيبها شوية. بصوا الجبنة اللي عليها ساحت، وبدأت العجينة تخمر كده في الفرن. سبتها شوية وبعد كده طلعتها، وهننزل عليها الجبنة الميكس زي ما انتم شايفين، وهندخلها الفرن تاني. يا دوبك كده الجبنة هتسيح عليها، والحروف دي هتاخد لون ذهبي معانا. هي يعني كانت اخدت لون خفيف. على ما الجبنة تسيح وكده هتكون الحروف دي استوت واخدت لون، ومن تحت تحفة ما شاء الله عليها جميل. دخلناها الفرن زي ما انتم شايفين كده، واستوت البيتزا وطلعت معانا تحفة ما شاء الله عليها. هنقطعها بالعجلة بتاعت البيتزا. بصوا البيتزا كانت صاحية لسه بتجري معانا على الصينية.
انا طلعتها على ظهر صينية صغيرة. بصوا البيتزا صاحية بتمشي لسه. الابله سوير طبعا كانت بتمسك، وكانت البيتزا سخنه جدا، انا كنت ماسكه التليفون بايد وبقطع بايد. فبصوا ما شاء الله عليها تحفه، والجبنه سايحه. وطبعا اول بيتزتين دول بيتخدموا خدمه صح، بياخدوا الجبنه كلها وبعد كده تبداي تنتفي على باقي البيتزا كده. بصوا العجينه ما شاء الله عليها مفتحه من جوه كده وهشه وطريه. العجينه لوحدها اصلا ما شاء الله طعمها تحفه. شايفين شكل البيتزا لما تحط الجبنه من الاول بتنشف وتحمر ومش بتبقى سايحه ومش بتديك المطه دي. خلي الجبنه الاخر دقيقتين 3 كده بس. بصوا لونها من تحت، وبصوا العجينه ما شاء الله عليها. خلي الجبنه الاخر 3 4 دقايق بس يا دوبك تسيح، وبعد كده تطلعيها من الفرن تلاقي الجبنه عليها سايحه وما شاء الله عليها، وبألف هنا وعافيه. وجربوها بالطريقه دي. بصوا انا كنت هديت الفرن ونسيت ان انا وطيته، كان فاضل اخر البيتزايه دي كانت من تحت بيضة. بصوا العجينة هشة وجميلة والجبنة سايحة ما شاء الله عليها. كانت بيضة من تحت، فرجيت دخلتها الفرن تاني استوت واخدت لون من تحت برضو ما شاء الله عليها تحفة. ودي البيتزا اللي عملناها اللي هي المستطيلة. وكنا سوينا البيتزا كلها. وطبعا ما ننساش الحاجة عملنا لها واحدة ولفيناها كده سخنة بألف هنا وعافية يا رب.